الو. ايه بقول لك ايه، ده طلب مني ان احنا نروح للدكتور تاني. عايزه نروح نعيد نفس الاشاعات. انا مش عارفه اعمل ايه، لازم تتصرف. ماشي، باي باي. ايه يا عمر، عملت ايه؟ الدكتور قال لك ايه؟ لا الاشاعات كله تمام الحمد لله، والدكتور بيقول لي مسألة ايام وكل شيء يبقى تمام. طب والله كويس. طب شفت بقى، انا كنت قايله لك مساله وقت، واكيد كل حاجه هتتحل. يعني انت اللي كنت مستعجل قوي، والحمد لله ان احنا ربنا كرمنا بلوز. احمد ربنا. الحمد لله طبعا الحمد لله، فكله خير، ربنا ما بيعملش حاجة وحشة. اكيد طبعا. ماشي. هو ازاي الدكتور قال له كده؟ هو ازاي ما قاليش؟ اكيد في حاجه غلط، لازم افهم. ايه يا عمر، انت قلت لي انك عايزني يا حبيبي. ايه، في حاجه ولا ايه؟ انت طبعا صاحب عمري، وقبل اي حد اللي هقوله لك ده والله ما حد عرفه. انت اخويا يا عمر، قول يا حبيبي. انا مش قادر اتلم على اعصابي. تخيل انت 12 سنة للوجه بنتي، والدكتور يقول لي ان انا ما بخلفش. الدكتور قال لك كده؟ دكتور مين قال لك كده؟ اللي انا متابع معاه واكتر من دكتور، والتحاليل والاشاعات اهي. انا انا مش عارف اعمل ايه. اعمل ايه مع مراتي اللي طلعت خاينه دي؟ اقول لابويا؟ ابويا كان طول عمره بيقول لي ما تسافرش. ايه يا بابا؟ ايه يا ابني، انت هتسافر تاني يا ابني؟ يا بابا انا هعمل ايه يا بابا؟ انت عارف عشان الفلوس والدنيا والعيشه. فلوس ايه؟ انت عمال تحوش في فلوس. مين اللي هياخد الفلوس دي كلها؟ وبنتك ومراتك. في ايه يا ابني؟ على فكره الست لما بتقعد لوحدها غير الراجل لما بيقعد لوحده. يبقى ايه المشكله يا مراتي؟ معلش، مراتي راجل يا الشيطان بابا. وحش يا ابني، الشيطان وحش. وانا مش هينفع اوديها لاهلها وبعدين بصراحة. مراتك صغيره وحلوه، يعني فيها الطمع. يابا اللي انت بتقوله ده بقى، انا مراتي لا انا عمرها ما بقول لك تفكر في كده، التفكير ده. انت تحوش الفلوس هتعمل بيها ايه بعد كده؟ هعمل بيهم مستقبل يا بابا. مستقبل ايه يا لبنتي ابني؟ ولمراتي. الحمد لله ما مستكفيه يا ابني وحلوه، والحمد لله والدنيا ماشيه طبعا من حلوه. الاخر انا سايب مراتي راجل في البيت، بقفل عليها الباب اكني سايب يا عم صاحبي. اضعف الايمان وديها عند اهلها. في ايه؟ يابا بنتي ما بتاخدش راحتها هناك ولا ازاي مراتي. مش عارف؟ لا بس محميه بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني. يابا انا عارف ان انت خايف عليا وتديني نصيحه، بس انا بقول لك ما تقلقش، سيبها على الله. يا ابني احنا في زمن وحش. يا عم سيبها على الله. عشان خاطري، يبقى انا مراتي. انا اكبر يابا. منك واعرف. يبقى انا مراتي عارف تربيتها واهلها ناس يا عم محترمين. الشيطان وحش، الشيطان وحش يا حبيبي. والله انا بسافر وبتغرب عشان اعمل مستقبل للوجي والبنت ولمراتي انا مش عارف اتكلم. طب هي بتخوني؟ طب ليه؟ وهيبقى احسن مني في ايه؟ ده انا شايف كل طلباتها فلوسها بالزياده، نوادي واشتراكات، اللي هي عايزاه قبل ما تطلبه بجيبه لها. انا هطلع ما بخلفش و12 سنه فاكر ان لوجي بنتي. انا مش عارف. قول لي اعمل ايه يا صاحبي؟ قول لي اعمل ايه؟ اقول لها ولا ما اقولهاش؟ طب اوقعها؟ طب مين اللي عمل كده معايا؟ انا مش عارف. سيبها. دي كانوش يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يعني. وحشاني. انت كمان. ماما فين؟ ماما جوه. طب اندهي لها عشان عايز. ازيك يا امنيه، عامله ايه؟ الحمد لله يا سيف، انت كويس؟ الحمد لله. طيب. تعرفش اللي حصل؟ لا، ايه اللي حصل؟ عمره ما قالكيش حاجه خالص؟ لا ما قاليش. هو في حاجه؟ ازاي؟ هو ايه اللي ازاي يا سيف؟ قلقتني. يعني ما قالكيش حاجه خالص؟ يا سيف ما تقول في ايه، قلقتني. عمر قال لي ان هو ما بيخلفش. يا نهار اسود ومنيل، انه يعرف انه ما بيخلفش وما يجيش يقول لي دي مصيبه وحلت على دماغي. اكيد بيدبر لمصيبه، اكيد في حاجه في دماغه. وليه ما قاليش؟ إيه الحل؟ إيه الحل دلوقتي؟ مش عارف اقول له ايه. هو ايه اللي مش عارف؟ انت معايا في المصيبه دي، يعني تحل معايا المصيبه دي احسن لك. انت معايا في كل حاجه. بقول لك ايه، بلا تقولي لي بلا ما تقوليش، ادخلي دلوقتي. بقول لك ايه يا سيف، النار لو قامت هتقوم عليا انا وانت، مش هتقوم عليا لوحدي. خلي بالك، ولو ما ساعدتينيش في المصيبه دي والله لا هقوم النار ما هطفيها. بس اهدى على نفسك. هو صاحب عمري وانت راس الحياه نفسيها. اوعى تنسي انت اللي جرتني خداع معاك كده، يبقى اهدى على نفسك شويه. انا اللي راسي الحياه؟ مش انت اللي خليتني احبك؟
انا دلوقتي اللي بقيت وحش، هو ده ذنبي؟ ما انت كمان لعبت عليا واستغليت ان جوزي اسمع لما مسافر. اقول لك، هو كان مسافر وقال لي خلي بالك من مرات صاحبك اللي هي اختي، وانت اللي جرتيني، فاهمه؟ يبقى انت اخرسي خالص لغايه لما اشوف انا هعمل ايه. وانت بس انت خليت بالك كويس قوي، لعبت على مرات صاحبك صح كده؟ بابا انا عايزه اقول لك على حاجه. بابا انا عايزه اقول لك على حاجه يا بابا. نعم. هو انت مش شايفاني قاعد ساكت بفكر في حاجه؟ معلش يا بابا انا اسف. طب قومي يلا شوفي بتعملي في ايه. ايه يا عمر؟ مش كده على البنت، انت اول مره تزعق لها بالطريقه دي. معلش يا أمنية، بس الفترة دي عندي ضغط في الشغل جامد، فالعيب كله عليا أنا. انت بقالك كام يوم متغير يا عمر، وبتعامل لوجي وحش جدا، والبنت كده نفسيتها هتتعب. معلش، أصل اللي أنت عارفة اللي هو الموضوع الحمل ده شاغلني، والتأخير والكلام ده كله. كل ما أروح للدكتور هو لي الإشاعات تمام، أمال لسه مفيش حصل ليا دكتور جديد يقول لي خير اطمن. فبس بفكر مع ضغط الشغل مع ضغوطات الحياة، فالموضوع بقى صعب شوية. ما انا بقول لك يا عمر ان بس مجرد وقت، انت اللي مش عارفه ليه مستعجل قوي كده. عامه خير، انا هقوم اعمل لك حاجه تشربها. ماما هو نعم. ليه كل لما عم سيف بيجي بيعملني بطريقه طيبه قوي لدرجه ان انا بحس من ناحيته بحنيه بابا ما بحسهاش مع بابا. يا نهارك اسود، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اوعي تقولي الكلام ده قدام بابا، اوعي تجيبي له سيره ان عم سيف بيجي هنا من الاساس. انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ واوعي تروحي تقولي له انا بحس منه بحنيه وانت لا يا بابا، ولا الكلام الفارغ ده. بابا بيحبك وكل حاجه، هي بس عشان متضايق منك اليومين دول، متضايق عامه مش منك انت، بس انا مش عارفه ايه اللي مضايقه اصلا اليومين دول. ماشي ماشي. عمر، يا حبيبتي، انت ما قلتليش ليه ان انت جاي دلوقتي؟ لا أنا قلت انتوا نايمين بقى ولا حاجة، فما رضيتش أزعجكوا يعني. لا اكيد صاحيين يعني. طب يا حبيبتي أنا عايز كوباية قهوة بس عشان دماغي مصدعة. حاضر، هعمل لك كوبايه القهوه. في ايه يا سيد؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخه. انا اللي حاسبه الله ونعم الوكيل فيا. مش عارف اعمل ايه. انت اللي خليتني اخون جوزي. التفكير بتاعه كله بيقول لي عليه، وانا قاعد بتقطع من جوايا، وبنت قدام مني مش عارف اقول لها ان هي بنتي. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ اعملي تعملي تولعي بجاز. ما تكلمنيش بالطريقه دي، انت معايا في نفس المصيبه، وكمان انا ما عملتش حاجه. إيه؟ انت استغليت ان عمر مسافر. عمر هي كملت. صاحب عمري قبل ما اسافر ابويا يقول لي يا ابني في الزمن ده ما تثقش في حد، كله زي بعضه، اللي تثق فيه بس ابوك وامك واخواتك. انا قلت لا، ده صاحب عمري، خد بالك من مراتي، لو عايزت حاجه انت تخش البيت وتخبط وانا مش موجود. ليه؟ صاحب عمري بقى، الاقي مش صاحب عمري بياخدني مع مراتي. طب دي انسانه زباله ارميها كده برجلي واتجوز غيرها. طب وانت اعوضك ازاي؟ يعني الموضوع بقى مش خيانه مع 2 شياطين، لا، الموضوع ان بنتي اللي عندها 12 سنه عايش مع واحده اللي هو مش قادر استوعب عملتها ازاي، ان بنتي مش بنتي و12 سنه انا ما بخلفش، ويوم ما بقى ما افكر ان انا اجيب عيل تاني بقى اخوي بنتي، الدكتور يقول لي انك ما بتخلفش، وانا من غبائي اروح اشتكي لمين؟ لصاحب عمري، اقول له ايه؟ انا ما بخلفش وعايزك تقف جنبي، مش عارف اجيب على مراتي ازاي، اصل مراتي خاينه، تطلع مراتي اصلا بتاخدني مع صاحب عمري، صاحب عمري اللي ياما وقفت جنبه، اللي كان بيقعد يعيط لي
يا عمر ابويا جاي عليا ومحتاج فلوس، خد يا عمر الشغل، اجيب له شغل واكلم ابويا يتدخل واخواتي وادخله بيتي وياكل شارب نايم قبل ما اتجوز، وبعد ما اتجوز ادخله بيتي برضه. قال لي بص لجماعتي لمراتي، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ قولوا لي اعمل ايه انا فيكم انتوا الاتنين يا عمر دلوقتي؟ انت فاهم غلط يا عمر. هو فعلا ضحك عليا. طب البنت دي ذنبها ايه بقى؟ ان امها واحده يا شطانه عمر بلاش الكلام قدام البنت. وانا مش ابوها، يا عمر وابوها يعني مش هجيبها خش من يا باشا الحرام، جوه. ما هو يعتبر خش حرام. جوه. بالنسبه لصاحبي بقى وبنتك، هتقول لها ايه لبنتك اللي جايبها من الحرام؟ كلنا عايشين حرام في حرام يا عمر دلوقتي خاطري يا بيه. بسبب اخرسي انت خالص، اخرسي انت خالص. انت الشيطانه، انت ابليس ذات نفسه. لو اتكلمتي انا هخش فيك السجن وارتاح. وانت خليتني اخسر صاحب عمري، صاحب عمري. ايوه مش عارف اقول لك ايه. حسبي الله ونعم الوكيل فيها هي. كده حلو يعني، تمام. طيب بعد اذنك كلامي مش معاك، وبنتك هتاخدها حقك، ما هي من الحرام وراح الحرام. يلا انت بقى من غير ما تروح ما اشوفش وشك تاني. انا بقى انا قصرت معاكي في ايه؟ يا عمر استنى، هو ضحك عليا يا عمر. كان بيجيب لي فعلا كل الحاجات اللي انا محتاجاها، وبعد كده ابتديت ان انا ابقى زهقانه، فتعالى اخرجك في كلمتين حلوين، فكم حاجه انا بحبها وكم هديه. هو انا كنت متغرب وبسافر ليه؟ بس انا قلت لك ما تسافرش. ابويا كان بيقعد يقول لي بيتك اولى بيك، وبلاش الغربه والسفر، ما تسيبش مراتك لوحدها. اقول له يا بابا وأنا انا قلت سايب لك راجل كده. في البيت. لا يا عمر، وانا قلت لك نفس الكلام. انا كنت عروسه جديده وانت سايبني لوحدي، ودايما كنت لوحدي في تعبي وفي ولادتي وفي كل حاجه. بس انا عايز اقول لك على حاجه، ما نقارنش حاجه بحاجه. ليه؟ الواحده المتربيه بنت الاصول لو جوزها غاب عليها 20 سنه تفضل محترمه، انما الجعانه واللي ما شافتش تربيه هتفضل طول عمرها قليله الاصل. انت يا بنتي انا مش عارف اعمل فيك ايه، يعني انا مش عارف انا حاسس بايه دلوقتي. بنتي مش بنتي، ومراتي بتخوني مع صاحبي، وصاحب عمري خاين، كلكم طلعتوا اوساخ في بعض غرف. بس انا قبل ما اغورك واطلقك هتتنازلي عن كل حاجه، تمام؟ واهلك هيعرفوا ان انت انسانه، يعني مش انسانه، انت شيطانه شيطانه. اللي انت عايزه. انت طالق بالتلاتة، انا مش هسيبك غير ما اخد حقي منك، واهلك هيعرفوا كل حاجه. يلا